عارف الجملة اللي بتدمر حياتنا؟ لما اوصل هبقى سعيد، لما انجح، لما اتجوز، لما اجيب العربية، لما احقق الحلم. فاحنا عايشين في انتظار يوم سحري ما بيجيش، وبننسى اننا واحنا بنجري ورا الوهم ده بنخسر اجمل ايام عمرنا. فاصعب صدمة ممكن تواجهها لما توصل لحلمك الكبير تكتشف انه واقع عادي. هتسأل نفسك هو ده اللي انا ضحيت عشانه؟ وهنا بتكتشف ان المشكلة مش في الحلم، المشكلة انك كنت فاكر ان السعادة مكان مش حالة بتعيشها كل يوم. فخدها قاعدة، اللي بيستمتع بالرحلة عمره ما بيخسر، اما اللي مستني السعادة عند محطة معينة هيفضل يجري في دايرة فاضية طول عمره. اسعى، طارد اهدافك، بس ما تنساش تعيش. استمتع بقعدة اهلك، بضحكة صحابك، بكوباية قهوة، بالشمس اللي بتطلع كل يوم، لان الحياة كانت شغالة طول الوقت وانت اللي مش واخد بالك. فركز في ورقتك وبس كده. سلام.